اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد، والكلام على ايه؟ يا جماعه ده بص فرق كواليتي التصوير، كواليتي الملاعب، كواليتي حتى اللبس بتاع الفرق، حاجات كتيره قوي. ما الداعي من هذه المقارنة بالأساس؟ الدوري المصري بس ارجوك خليك على جنب. ما ايش الدوري اللي ما حد يشوفه الا اهل بلده؟ يعني تكلم عن دوري على مستوى ينقل في 40 قناه في العالم. طبعا كلنا شفنا اللقطة بتاعة الاعلامي وليد الفراج، مذيع برنامج اكشن يا دوري، وهو بيتكلم او بيرد عن واحد من المتابعين بتوع البرنامج مصري، بيقولك نصر ايه وهلال ايه يا كابتن؟ ان انت بتقول عليهم ديربي الشرق الاوسط، مفيش غير ديربي واحد، الاهلي والزمالك، ولو ده ديربي الشرق الاوسط يبقى ديربي الاهلي والزمالك هو ديربي العالم. فالراجل رد عليه رد منطقي جدا بكل احترام وبكل ادب. قال له مع احترامي للمصريين، وانا بحب الشعب المصري وبحب الاهلي المصري، نادي الاهلي المصري، بس في فرق امكانيات وفرق فلوس، والدوري بتاعنا بينقله 40 قناة حول العالم ومش عارف ايه. كلام منطقي جدا وواضح وصريح من راجل اعلامي. المفروض لو احنا كمصريين عايزين نرد عليه يبقى احنا نشوف الاعلام هو اللي بيرد عليه، عشان يطلع لنا الاستاذ احمد دياب المسؤول في اتحاد الكوره ويطلع يرد عليه برد جميل جدا ينشره على الفيسبوك ويقول لك الديربي المصري اقوى ديربي في الشرق الاوسط، شاء من شاء وابى من ابى وزغليله ياما. طب انت عايز تقنعني على اساس ايه ان انت اقوى ديربي في الشرق الاوسط؟ ده انت المنافسه بين البطل والغريم، يعني لو قارن منافسه بين الاهلي والزمالك هتلاقي ان الاهلي في حته والزمالك في حته تانية خالص. انا مش هجيب لك بالتاريخ، ان احنا لو هنتكلم كلام منطقي هنقول لك ان احنا بلد عريقه و7000 سنه حضاره، واحنا من اوائل الناس اللي كان فيها اللي عملوا دربيات اصلا، واحنا الكوره بتاعتنا كانت عالميه وكانت بتتابع وكان. احنا احنا 100 ايه؟ احنا عندنا ال 100 سنه كوره. لا ده الكلام ده تاريخ. كان ذكرى حلوه وكان احلى من الزمان، وممكن اقعد من هنا ل3 ايام اقعد اغني لك عن قد ايه مصر كانت بلد جميله في الحته بتاعت الكوره بالذات. بس انا لو جبت لك اخر موسم، فانت اخر موسم دوت عامل 3 مصايب اصلا يوقفوا النشاط في مصر. انت ولا بتتبع لائحه انت ماشي عليها، ولا بتتبع جدول ماشي عليه، والدوري بتاعك اطول دوري في العالم بسبب كم التأجيلات اللي بتتأجل وكم المشاكل والحكم، ومفيش عندك رقابة. بس خليني امسك لك 3 مشاكل والتلاتة لنفس النادي، عشان بس انت لما بتيجي تقول ديربي وتيجي تقول تنافس هكلمك عن انت عامل ايه مع النادي الاهلي وعامل ايه مع نادي الزمالك، بعيدا عن اي تعصب وبكل حيادية. السنة دي اول موقف، انت في لاعب وقف هتف مع الجماهير اسمه محمود عبد المنعم كهربا بإيحاءات جنسية وبشتايم وبإشارات بإيده، وكان ناقص يقلع ملط قصاد الجماهير، وكان كل ده بيشتم قصاد الجماهير اللي هم المفروض فيهم ستات وهم المفروض فيهم أطفال، واللي هم المفروض بيتذاع الماتش ده على التلفزيون والفيديو ده بيشوفهم ملايين. الثلاثية وأهلاوي الثلاثية. الفعل بتاعه ده كان في شهر يناير، انت العقوبة بتاعته لحد دلوقتي ما اتطبقتش واحنا في اغسطس. ادي اول نقطة. تاني نقطة، حضرتك مأجل 8 مباريات للنادي الاهلي من بعد ما صعد من دور المجموعات، على اي اساس انا معرفش؟ وانت المفروض ان انت بتقول ان دوت بند محطوط جوه اللائحة. هو ايه اللي محطوط جوه اللائحة يعني؟ انا مش فاهم. طب هو الاهلي والزمالك لو هما الاتنين كانوا صعدوا هيلعبوا بعض في النهائي، كان برضو الاهلي والزمالك هيتأجل لهم؟ لان انا ما شفتش الزمالك بيتأجل له بصراحة من السنين اللي فاتت كلها. ولا انت كل سنة بتحاول تطبق قانون على حسب ما يكيف وعلى حسب ما يظبط الاهلي؟ طب حلو قوي، يعني انت بتنفذ القانون. طب ليه يا باشا في الموقف الثالث معانا لما حسين الشحات، الشيخ حسين الشحات اللي بيخش بالمصحف، لما سب الدين بتاع ربنا وضرب واحد بالقلم على وشه من غير ما يعمل اي حاجه، حتى لو هو بيستفزه؟ انتوا بتلعبوا كوره يا ابني، انتوا مش بتلعبوا في يعني انتوا مش بتصلوا في جامع، انتوا بتلعبوا كوره. ما انت طبيعي حد هيستفزك وتستفزه. حضرتك بتضربيني، انت ما تعرفيش ظروفه ايه. ومراتك ايه وامك؟ ولما انت حامي قوي كده وبتغير على دم بيتك واهل بيتك وشتمك بمراتك وشتمك بامك، ليه استنيت بعد الماتش ورحت ضربته؟ ليه ما ضربتوش في وقتها على طول؟ ليه ما مسكتوش كده اديته بالبنيه وقلت الحكم ده شتم مراتي وامي؟ ولا انت عايز تقول اي مخرج؟ بعيدا عن المشكله دي، انت بقى كاتحاد كوره خدت حق اللاعب اللي هو المفروض مش مصري ازاي؟ هل طبقت اللائحه؟ هل طبقت القانون؟ ايقاف ماتشين ايه وغرامه 20,000 جنيه ايه يعني؟ هو ضربه بقسماطه على دماغه ولا عمل ايه بالظبط؟ فده شكل الكوره عندك في مصر. فانت شاء من شاء وابى من ابى ازاي؟
وبالنسبه لشويه الناس اللي بتطلع ترد والاعلاميين اللي بيطلعوا يردوا على الراجل وبيقعدوا يقولوا له انت ازاي تقول كده وازاي تعمل كده، انت اصلا الدوري المصري دوت من غيره انت ما كنتش هتتعرف، انت كنت ايام زمان بتقعد تتكلم عن الدوري المصري وعن الاهلي والزمالك. هو هيتكلم عليهم بناء على ايه؟ بناء على ان احنا كنا نوعا ما واجهه مشرفه، بناء على ان احنا نوعا ما كان في تنافس. انما انا كراجل زملكاوي شايف ان نادي الزمالك اخر 20 سنه من ساعه وجود هذا الطاعون الذي يسمى بمرتضى منصور كلم الحاج. واحنا بنشوف بلاوي ومصايب. وانت كوزاره شباب ورياضه بتعمل ايه مع مرتضى منصور؟ الراجل ده طالع حكم ضده بالعزل. وزاره الشباب والرياضه ليه ما طلعتش حد مكانه؟ ليه ما مسكتش حد مكانه؟ سايبين الدنيا للجنه العموميه وسايبين الدنيا لنادي الزمالك اللي هو اصلا كله فساد في فساد والمديونات عماله بتزيد. هو النادي ده يا جماعه مش نادي حكومي، والنادي ده مش نادي مصري، هو ده مش القطب بتاع، مش ده نص الديربي يعني، مش ده الفريق بتاع الديربي. سايب فرق الشركات عماله تخطف اللعيبه ويا ريتهم بياخدوا بطولات وعمالين وساعات بيفوتوا مطوشه. وده مش كلامي، ده كلام الحكام. لو حد فاكر الخناقه بتاعت ماتش فيوتشر والزمالك لما قال ما احنا ياما، الحكم لما طلع وقال لك ما احنا ياما فوتنا لكم، يعني انتوا ده النظام عندكم كله فساد في فساد والناس كلها عارفه ان انتوا فاسدين وبرغم ذلك مكملين. فالنبي يا جماعه بلاش يبقى عندنا بس ايه الحرقه بتاعت احنا خايفين على البلد وسمعه البلد وخايفين على سمعه مصر ومحدش يجيب سيرتها. احنا اصلا مخليين سيرتها زي الزفت قدام العالم كله. ما بلاش تمثيل ما بلاش بقى. ولو انتوا عايزين تعرفوا تردوا ولو انتوا عايزين تطلعوا تهاجموا فيا ريت تهاجموا المسؤولين الفاسدين، يا ريت تهاجموا الناس اللي مخليين شكل الكرة زي الزفت، يا ريت تهاجموا الناس اللي ما تستحقش مراكزها. واحد زي مرتضى منصور ده المفروض ما يتسكتش عليه، كلم الحاج. المفروض ده مش يتعدم في ميدان عام، ده المفروض يتشطب كده من ان هو ما يظهرش في التلفزيونات وما يظهرش في الحياة وما يظهرش في اي حتة خالص، خصوصا لان الراجل ده ما فيش حد ما شتموش، الراجل ده ما فيش حد ما اذاهوش، الراجل ده ما فيش حد الا لما هدده علني. ما كلم الحاج هتقول ده مرمطك. معرفش هو يعني هو بيتخاف منه ليه، ماسك على الناس ايه ما تفهمش يعني. هو ماسك على الناس ايه في اتحاد الكوره ده؟ انا افتكر له لما كان رايح في اتحاد الكوره ساعه مشكله قيد اللعيبه اللي انا عمري ما شفتها بتحصل مع الاهلي، كان داخل جوه اتحاد الكوره بكاميرا وبيصور ولا كانه بلطجي داخل عليهم وبيصورهم. تحس اللي هو كنت حاسس ان انا هشوف واحد خارج من جوه بيعدل بنطلونه اللي هو فيه ايه يا جماعه، مين داخل عليا الحمام؟ بقى هو ده اتحاد الكوره؟ بقى هي دي الكوره في بلدنا؟ يعني مفيش جماهير ومفيش متعه مشاهده ومفيش اي، الموضوع ما بقاش فيه اي كوره خالص، الموضوع بقى شب وسب وشتايم وقله ادب، واصلا كده كده مفيش جماهير. يعني اخر فتره كنا بنشوف فيها الجماهير مغرقه الاستاد كانت ساعه ماتش الاهلي والهلال، كانت مطوشه الاهلي في افريقيا، حتى ساعتها كان بيتلعب مطوشه التصفيات بتاعت كاس العالم بتاعت منتخب مصر ما كناش بنشوف الاستاد فيها على اخره. الاستاد ما اتملاش على اخره غير علشان جماهير الاهلي. جماهير الاهلي على عيني وعلى راسي، جماهير الاهلي هم اخواتي واصحابي وقرايبي والناس كلها اللي حواليا. يعني انا مش بشتم ناس غريبه او انا بنتقد الاتحاد المسؤول عن الكرة في مصر. يا حبيبي خلي فيه تنافس، ما هو كده كده الاهلي تقيل، الاهلي تقيل وعنده نجوم كتير ما شاء الله عليه وعنده فلوس كتير ما شاء الله عليه، بس انت زي ما انت عامل كده حاول تتعلم حاجه من السعوديه. يعني حاول تتعلم حاجه من اتحاد الكرة السعودي او الرابطه بتاعت السعوديه اللي هم عاملين ايه. قال لك انا عندي الاهلي السعودي وعندي النصر وعندي الهلال وعندي اتحاد جده وعندي هصرف لهم كلهم ميزانيه، كلهم يقدروا يجيبوا اي لعيبه، مش ادي ل1.5 مليار والتاني اديله 400 مليون بالتقسيط، وكده كده اصلا الفلوس محجوز عليها. معرفش انا منافسه ايه اللي انتوا حابين نتكلم عنها في ظل كل التخبطات ديت وبتقول يعني وجايلكوا نفس تقولوا ان احنا اقوى ديربي وان احنا ارقامنا مش عارف قصاد السعوديه وارقامنا قصاد الفرق السعوديه كمنتخبات ولا كانديه عامله ازاي، وبتقعدوا تعملوا مواجهات ومقارنات. بتقارنوا ايه؟ مفيش حاجه تستدعي المقارنه. انت لو عايز تعمل هوجه بقى وعايز تصور وعاوز تتكلم وتضغط على حد وتقول رايك، فانت المفروض تضغط في الاتجاه الصح. واحد زي احمد دياب دوت المفروض يبقى بتاع سمين 5 جنيه والجملي هو املي. واحد زي احمد دياب المفروض ان هو ملوش علاقه بالكوره، واحد زي العمري ملوش علاقه بالكوره، واحد زي جمال علام ملوش علاقه بالكوره، واحد زي مرتضى منصور ملوش علاقه بالكوره. الناس دي كلها كده ملهاش علاقه بالكوره، الناس دي كلها كده تتحاكم على الفساد اللي حاصل، تتحاكم على المصايب اللي حاصله. احنا الفيفا بعت لنا قال لنا يا جماعه اي حد مغترب عن مصر، اي حد اجنبي هيروح يلعب في مصر انا بحذره ان البلد دي بيحصل فيها مشاكل. ده جواب مبعوث من الفيفا نفسها، وانت باي حق طالع تتكلم وطالع تقول لا ده احنا الديربي بتاعنا مش عارف ايه. يا عم شخت ليه؟ روح شوف الفساد فين الاول وبعد كده ابقى هاجمه.
انا طبعا بعتذر ليكم عن اللهجه اللي انا بتكلم بيها ديت، ويا ريت لو حد عنده راي مخالف لرايي او عاوز يتناقش معايا فيا ريت اسمع رايه في الكومنتات. فما تنسوش اللايك والشير والكومنت وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟